السلام عليكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده حاجه تقدري تسميها رغيف لحمه، فطيره لحمه، حواوشي، زي ما انت عايزه. المهم ان هي من الاخر حاجه عظمه بحشوه مختلفه جدا. تعالوا نشوف الطريقه والمكونات. هتجيبي بقى فلفل اخضر، الوان، يعني فلفل بارد معاه حامي، وتقطعيها بالسكينه بالشكل اللي انت شايفاه ده، تقطيع ناعم على قد ما تقدري. كمان البصل انا استخدمت هنا حوالي على كيلو اللحمة المفرومة حوالي 4 حبات من الفلفل، ودول 4 حبات من البصل. هيتقطعوا برضو بالسكينة بنفس الطريقة زي ما انت شايفة كده. وكمان هنجيب نص حزمة من الكزبرة، وزيها من البقدونس، ونستبعد الشبت لان خبراء الاكلة دي بيقولوا ما تحطيش شبت علشان ما يقلبش معاكي بمحشي. فانا استبعدت خالص الشبت. وجبنا بقى ايه مشمع نضيف كده من بتاع الاكل، فرشناه على الرخامه ونزلنا عليه بالحاجات اللي احنا قطعناها، البصل، الخضره، الفلفل. وهنبدا نقلب الحاجات دي كلها مع بعضها. وانا جودت شويه فحطيت جزرايه مبشوره، لان الاكله دي قالوا ان هي يعني ينفع فيها اي حاجه انت محوشاها في التلاجة، جزر، طماطم، خضره، زي ما انت عايزه. المهم الطريقه بتاعت يعني تركيبه الحشوه، وهي انك بتعتمد على تقطيعها كلها بالسكينه، لا بنستخدم كبه ولا بنستخدم مفرمه. ونجيب بقى كده السكينه ونبدا ننعم المكونات دي. ويا سلام كمان لو كان عندك بقى لون احمر كده في الفلفل. طبعا حد يقول لي طماطم، الطماطم لو انت هتستخدمي الاكله كلها، يعني الكميه اللي هتعمليها في نفس اليوم، لو هتبات بلاش طماطم علشان الحشوه ما تعملش ما تصيص منك. فاذا هنستخدم كله حاجات نواشف زي كده. انما لو زي ما قلت لك عايزه تحط طماطم يبقى هتتعمل وتتاكل في نفس اليوم على طول. هنقلب كل المكونات وننعمها على قد ما نقدر زي ما انت شايفه كده. وننزل عليها بقى ب3 معالق صغيرة من الملح. وهقول لك برضو انا ليه ما كترتش الملح دلوقتي. دول 3 معالق صغيرين مش مليانين حتى. وشوية فلفل اسود. والمكون الثالث اللي هو برضو شوية كده كبابة صيني. يبقى انا عندي 3 حاجات: ملح، فلفل اسود، كبابة صيني. تمام. ورشات يعني مش كتير قوي ولا حاجة. ونقلب تقليبة محترمة كده للمكونات دي. ريحتها يا جماعة وانا بقلبها كده ما شاء الله، يعني تتعمل سندوتشات كده وتتاكل لوحدها، جميلة جدا. هنجيب بقى مصفى ونبدأ نحط فيها الخضار ده علشان ينزل ميته، لان ما ينفعش انا احطه في الفرن سواء في عيش او في عجين وهو فيه مية كده هيبوظ لي الدنيا. لازم اصفي منه المية كويس. تعالوا بقى نجيب اللحمة على بال ما هو يصفي ميته ويدبل. ونحط عليها شوية ليا. انا كان عندي 100 جرام بس مش كتير، وهقول لكم اتصرفت ازاي عشان اكمل الكمية برضو دلوقتي. بشرتها حتة الليا دي وعليها شوية جوزة الطيب. وجبت كيس من اللي هو تتبيلة الحواوشي، وخدت منه معلقتين كده واقلب، معلقتين واقلب علشان الملح. وهنا انا ما كترتش الملح زي ما قلت لكم في الاول علشان التتبيلة دي بيبقى عليها ملح، فلازم تحتاطي وانت بتحطي وتقلبي كويس جدا. فالكيلو خد معايا الكيس ده كله. وكمان هنروح نجيب بقى علشان برضو المادة الدهنية كانت قليلة، فاتصرفت ازاي. حطيت حوالي معلقة سمنة بلدي كده، وفضلت اعجن لغاية ما الانسجة بتاعة اللحمة كده بقت تتشبط في ايدي. وهنروح بقى نجيب التتبيلة بتاعتنا ونبدأ ناخدها كده في المصفى تقليبة محترمة، علشان خاطر شايفين الكمية بتاعتها يعني خست ازاي، لان كانت دي كلها مية. هنكب بقى المية ونجيب التتبيلة الحلوة اللي ريحتها تحفة دي، ونبدأ نحطها على اللحمة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. الطريقه دي حلوه قوي يا جماعه. يعني صحيح هي مرهقه شويه لانك بتقعدي تقطعي كل حاجه لوحدها، انما الكبه في ثواني بتخلص الحاجات دي، لكن فعلا الطعم مختلف. عجنتها لغايه ما بدات تتكور معايا كده تمام جدا. طب انا ما كانش عندي فلفل حامي وانا بحط الفلفل في الاول خالص، فافتكرت ان انا عندي حاجه اسمها دبس فلفل حار. انا كنت عاملاه وعاملاه مدخن وشايلاه في التلاجة للحاجات اللي زي دي. خدت منه معلقه كده وحطيتها على اللحمه تدي ريحه تدخين وكمان حرقان خفيف كده، تبقى حلوه جدا. رحت بقى سبت اللحمه ترتاح ورحت جبت نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من الخميره، وكمان معلقتين سكر، معلقه صغيره من الملح، وحوالي ربع لتلت كوبايه زيت. ونعجن بقى وميه دافيه لغايه ما العجينه تلم معانا. وطبعا العجين مش محتاج ان احنا نفتكس فيه لغايه ما نلاقي كده معانا العجينه بقت ناعمه وطريه بالشكل ده. هندهن بقى الطبق اللي احنا حاطين فيه العجينه ببقايا الزيت كده اللي احنا كنا حاطينه. تمام. علشان تفضل بس طرية ما تنشفش وتشقق معايا. وببقايا برضو الزيت الباقية كمان هناخد كده الوش تغليفة سريعة كده
ونحطه بقى عليه الكيس البلاستيك ونسيبه يرتاح من يعني 10 دقايق لربع ساعة تلت ساعة بالكتير. شايفة العجين هتبقى معايا عاملة ازاي؟ ساعة ما تردش معاكي النغزة اللي انت بتعمليها في العجين كده، اعرف ان هو خلاص ارتاح ومحتاج ايه نشتغل فيه. خلاص انا كورته كده كور صغيرة، الكورة تقريبا 80 جرام. وهنا غلطت غلطة هقول لكم عليها برضو دلوقتي، كانت الغلطة ظهرت معايا في ايه. كورته زي ما قلت لكم كده بالشكل ده، وحطيته على صينيه غطيته بكيس بلاستيك وسبته يرتاح شويه. وبعد ما ارتاح 10 دقايق هنبدا نشتغل فيه بقى. هنجيب النشابه بتاعتنا اللي هنشتغل بيها، هنرش الرخامه كده شويه من الدقيق، ونبدا ناخد كوره العجين نحطها في الدقيق كده، ونبدا نفردها فرده بسيطه. مش هنفردها فرده كبيره علشان خاطر احنا لسه هنفرده تاني، انا بس بفردها عشان اديها فرصه ترتاح. تمام، وتوفر معايا جزء من الوقت. وابدا ارصها على صينيه كلهم على بعض كده، ما بين كل واحده والتانيه رشه دقيق خفيف علشان ما يلزقوش في بعض زي ما هتشوفي كده. طالما بتلم معاكي كده يبقى محتاجه ترتاح. فانا طبعا زي ما قلت لك هفرد الفرده البسيطه دي واسيبهم يرتاحوا شويه، وبعدين ارجع بقى احطهم على صينيه عليها شويه دقيق كده علشان خاطر اوصل لاول رغيف تحت خالص انا كنت فرداه. تمام، اللي هو هبدأ بيه شغل على طول دلوقتي. ما بين كل خطوة وخطوة يا جماعة ريحي العجين 10 دقايق بالظبط، هيديكي نتيجة هايلة جدا. وهنغطيه بكيس بلاستيك كده ونبدأ نشتغل في أول رغيف. هنجيب بقى اللحمة بتاعتنا ونبدأ نحط الحشوة الجميلة اللي احنا عملناها دي، اللي ريحتها يعني زي ما قلت لكم وهي نية قبل ما تستوي ما شاء الله تبارك الله ريحتها حلوة جدا. هنحطها بقى في الرغيف ونسويها بالشكل ده، ونجيب طبقة تانية اللي هي رغيف تاني ونحطه عليها، ونبدأ نقفل بالشكل اللي هتشوفيه ده بصباع السبابة كده. نبدأ نتني من تحت لفوق، وإيد الشمال بتأكد معايا التقفيل. تمام، ما تقلقيش خالص، التقفيل ده هتشوفي هنعمل فيه ايه دلوقتي. تمام جدا اهوت. خلاص هنسيب بقى الرغيف يرتاح على الوش اللي احنا تنيناه. تمام، ونكمل بقيه الكميه بالشكل ده. وعندك اختيار تاني كمان انك تحطي جبنه موتزاريلا او اي نوع من الجبنه انت بتفضليه على اللحمه، ده اختيار تاني كمان. وتقفلي برضو بالطريقه المعتاده اللي احنا قلنا عليها من تحت لفوق، وايد الشمال بتأكد، واسيبهم يرتاحوا 10 دقايق على ما اجيب الصينيه بتاعتي. ادي هنا دهنه زيت خفيفه خالص خالص، واروح اجيب اول رغيف اللي كنت حاطاه بقى على التقفيل، هقلبه بقى على الوش، اخلي التقفيل تحت وابدا افرد بالنشابه. شايفه علشان ارتاح ما شاء الله بيتفرد معايا ازاي. وهنا الغلطه بتاعت ان انا عملت الرغيف 80 جرام، كان المفروض يكون اقل من كده، لان ما بيرتاح العجين ما شاء الله بيفرد معايا والحجم بتاعه بيزداد جدا. فكان المفروض ممكن مثلا نقول 60 جرام مش اكتر من كده، ولو اصغر كمان يبقى ظريف جدا. خلاص زي ما انت شايفه ما عملته بالنشابه راح تماما المكان بتاع التانية اللي انا عملتها، او التقفيل اللي انا عملته اختفى تماما زي ما انت شايفه ملوش وجود. طبعا علشان حجم الرغيف كان كبير عندي، فانا اضطريت احط الرغيف التاني اعمله بالشكل البيضاوي ده علشان يجي جنب الرغيف المدور وهكذا. فيبقى اذا خليكي فاكره اعملي الرغيف بتاعك 60 جرام مش اكتر من كده، علشان خاطر يبقى اولا حجمه معقول ومناسب، وكمان يبقى يكفي الحاجه اللي انت هتسوي فيها، ما تبقيش محتاجه حاجات كتير تدخليها الفرن. تمام جدا. طيب نقدر نعمل بقى شكل مختلف. ممكن ناخد جزء منه كده ونحط ونعمله بالشوكة علشان ما يرتفعش في الفرن، يبقى زي عامل زي العيش العادي. فهتخرميه كده بالشوكة وتدهني دهنة زيت خفيفة خالص او سمنة بلدي لو انت عايزة، وعليها رشة من حبة البركة ورشة من السمسم، وندخله الفرن. طيب اختيار تاني نرش رشة خفيفة من المية عادي جدا، وبعدين ندخلهم الفرن بقى طبعا على درجة حرارة 180 درجة لغاية ما يبقى اللون معاكي بالجمال ده. طبعا هو سخن انا مش قادره اشيله عشان اوريه لكم. زي ما انت شايفه اختفى خالص التقفيل من تحت مش باين، اللون جميل جدا، الريحه ما اقولكوش زي الفل. لو هو طالع مقرمش طبعا، لو عايزاه طري يبقى اديله بخه ميه كده واغطيه دقيقتين 2 هيبقى طري وجميل جدا معايا. وادي اللي بالسمسم وحبه البركه تبارك الله، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، كمان الطعم جميل ومتميز. سهل قوي الطريقه، صحيح تفاصيلها كتير بس في حقيقي هي تستاهل. وادي الشكل بقى بعد ما طرى خالص زي ما انت شايفه. طبعا اللحمه في قلبه ساحت مع الجبنه، هتلاقي من بره كده الوش مقرمش، ومن جوه اللحمه سايحه مع الدهون بتاعتها ومع الجبنه. طبعا ريحه وطعم تبارك الله. يا رب تعملوا الوصفه وتبقى سهله وتستمتعوا بيها كده، وبألف هنا وشفا مقدما.
ما تنسوش بقى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب مطبخ اماني شتا، ولايك وشير. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله، مع السلامة.